السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهارده فيديو جديد وروتين جديد. روتين النهارده روتين يوم العيد. هشارك معاكم حاجة كده بسيطة، اللي هي بقى الضيافة اللي بنعملها الصبح عشان لو حد جالنا. هو اصلا يعني مفيش حد هيجي غير بيت ابويا يعني. واللهم صل على سيدنا محمد. هنعمل برضو الفطار بتاع يوم العيد. طبعا كل الناس بتفطر فسيخ رنجة كده، وبما ان احنا ملناش في الفسيخ فطبعا هنفطر رنجة. هشارك معاكم كده الخطوات النهائية، وإن أنا عملت برضو شوية حاجات كده امبارح بالليل، برضو هتيجي في الفيديو ده. اللي بيدخل قناتي لأول مرة وما اشتركش عندي في القناة يشترك على كلمة اشتراك ويفعل زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصله إشعار بيه ويتفرج على الفيديو إن شاء الله. اهلا وسهلا ومرحب بكل الناس الجديده اللي انضمت عندي جديد في القناه. نورتوني وشرفتوني، ووجودكم كالعاده على راسي من فوق. ادخلوا كده الفيديو وحطوا لايكات عليه وتفاعلوا على الفيديوهات التانية. ان شاء الله ربنا يحقق لكم كل اللي انتم بتتمنوه اكتر. طبعا هستنى منكم كومنتات حلوه على الفيديو ده. كل سنه وانتم طيبين جميعا. طبعا زي ما بقول لكم كده، النهارده اول يوم من ايام عيد الفطر المبارك، اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ان شاء الله. امبارح بالليل بقى كان بصوا الدنيا تضرب تقلب عندي. كنت مكسله طول النهار، طبعا كانت الوقفه وكنا صايمين. ولما رحت التراب او المقابر رجعت طبعا ايه كسلانه قوي، مش قادره اعمل حاجه. على العصر كده قمت عملت الفطار وفطرنا الحمد لله رب العالمين. وقعدت قاعده مكسله، بصوا اللي هو مش قادر يقوم يعمل من مكانه. الدنيا كانت تضرب تقلب زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقوم كده ايه، كنت اتشجع واخلص مثلا الاوض واعمل هنا الركنه وكده. المهم فضلت قاعده اقوله لحد الساعه 11 بالليل كده والله. وبعد كده قلت لا بقى ما بديهاش، اتشجعت كده وقمت عدلت. بس ايه بص، هو تنظيفات خفيفه. هعمل الركنه دي، هعمل اللهم صل على سيدنا محمد، ده الانتريه. هعمل فيه ايه، هظبط بس الكفر، وبعد كده هشيل الحافظه واشيل الشريط اللي تحته، وانفضهم وارجع كل حاجه مكانها. وهو ده هيبقى الروتين بتاعي، لان هو روتين خفيف زي ما انتم شايفين ومتابعيني دايما في القناه. ان احنا دايما ايدينا في الحاجه وعاملين تنظيف عميق قبل شهر رمضان. فمش مضطرين ان احنا بقى ايه، لا نمسح حيطان ولا نشيل سجاد ولا كل الكلام ده. لا الدنيا بصراحه عندي نظيفه وكل حاجه. هو مجرد بس ما بعدل المكان واشيل مثلا اللي بتبقى الحافظه السجاده وانفضها وارجع كل حاجه مكانها، بلاقي الدنيا ما شاء الله نورت. وطبعا طول ما انت ايدك حلوه في المكان او ايدك موجوده يعني في المكان، هتلاقي عندك الدنيا نظيفه وكل حاجه. ممكن بس يعني ايه، يعني تبقى حاجه محتاجه ان هي تتعدل كده. مفرش محتاج مثلا اتشد من مكانه فانت تعدليه كده، مش اكتر يعني من كده ولا اقل. تمام. يلا بقى على الفيديو، حطوا لايكات كتير. النهارده يوم العيد، انا عايزه الفيديو ده يوصل يعني في اول يوم كده. انا مش طماعه 100 لايك بس، يعني لو حطيته بس. هو بيجيب مشاهدات كتير جدا بس ما بيجيبش لايكات. فاللي يدخل كده، بصوا دي العيديه بتاعتي بقى. انا عايزه اللايك بس عيديه كده منكم. تمام. يلا بقى شجعوني وعشان الفيديو يتشاف والقناة تتشاف وتوصل لأكبر عدد من الناس. طبعا بشكر كل الناس اللي بتكتب لي كومنتات حلوة واللي بتتابعني من جميع الدول المختلفة. أهلا وسهلا بيكم. طبعا أهلا وسهلا بأهل المغرب الغاليين اللي دايما بيكتبوا لي كومنتات حلوة جدا. جزاكم الله خيرا. صلوا على النبي كده واذكروا الله، قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. برضو نستغفر ربنا سبحانه وتعالى. النهارده يوم العيد يعني يوم الجائزة، ان شاء الله ربنا ان شاء الله يبقى غفر ذنوبنا بعد شهر رمضان وبعد صيام 30 يوم عدوا. ربنا سبحانه وتعالى بيباهي بالملائكة وبيقول لهم أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اللهم لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على التمام وعلى الكمال، وإن هو بلغنا شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا رب العالمين، ونحن في أفضل صحة وأحسن حال، اللهم آمين. أنا وإنتم والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. ويرحم أمي يا رب العالمين، اللهم ارحمها رحمة واسعة. ويرحم حماية ويرحم أمواتكم وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. ربنا يبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم آمين. وينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين. ربنا يثبت أقدامهم ويرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم. وينصرهم نصرا عزيزا عاجلا غير آجل، اللهم آمين. ادعوا لهم يا جماعة، اوعوا تنسوهم من الدعاء، اوعوا تنسوا المقاطعة والحاجات اللي احنا دايما بنقول عليها. وانا برضو هذكركم بيها خلال الفيديوهات، وبرضو لما بذكركم بيها برضو بفضل انا كمان فاكراها وبعمل بيها. ادعوا لهم في كل وقت بين الاذان والاقامه، ربنا موجود دايما. ادعوا لهم عشان ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم ويعجل بنصرهم قريب يا رب العالمين.
يعتبر أنا هاكون من أول الناس اللي بتشارك روتين يوم العيد. أنا طبعًا هاسجّل الفيديو دلوقتي، باسجّله برضه يوم العيد وهانزّله معاكم كمان شوية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فعايزاكم طبعًا ترفعوا لي الفيديو ده عشان الفيديو يتشاف وأكبر عدد من الناس تشوف القناة، تمام؟ بُصّوا زي ما باقول لكم كده، أنا كنت امبارح يعني الحاجات اللي أنا دلوقتي ده كان امبارح، يعني الحتّة دي من الفيديو كانت امبارح. أنا زي ما باقول لكم عدلت الرُكنة وشِلت الحافظة والشريط اللي تحته ده، وكنست كويس، وبعد كده وكمان عملت الرُكنة الناحية التانية ده الأنتريه، عملت الرُكنة اللي هي الموف وكنستها وحطيت المخدات مكانها وكل حاجة. عايزة أقول لكم إن امبارح بالليل كان الجو برد أوي. يعني وكان في مطر عندنا طبعًا، يعني اليوم اللي كان قبله كان في عواصف يعني بُصّوا قلبت الدنيا خالص. امبارح بقى كان في أمطار والدنيا كانت مطرة وكل حاجة. فالحمد لله رب العالمين. إحنا طبعًا كنا بنقول خلاص إن الشتا ودّعنا وقال باي باي، لأ ده رجع تاني. فيعتبر إحنا رجعنا نتقِّل هدومنا نوعًا ما شوية يعني علشان الجو كان برد وكده. المهم بقى أنا بالليل ربنا ما هدانيش، قُمت لبست العباية دي صيفي، فحسيت بقى إيه بالبرد دخل عليَّ، فالحمد لله رب العالمين. خدوا بالكم من الحتّة دي عشان ما حدش يتعب يا جماعة. جيت بُصّوا بقى في الوقت ده جيت أحط المعطر لقيت البتاعة باظت، ولادي علشان كل شوية يعملوا بيها بوّظوا البتاعة من فوق اللي هي إيه بتبُخ دي. فقُلت يالّا مش مهم، هي كده ما عادش فيها غير شوية صغيّرين في الآخر خلاص بقى. صحينا بقى الصبح تاني يوم ولادي صحيوا من بدري أوي يعني في اليوم ده، اللي هو يوم العيد النهارده يعني. لبسوا الهدوم ونزلوا طبعًا يصلّوا العيد، تمام. أنا بقى اللي كنت قاعدة في البيت ما بانزلش، فأنا إيه افتكرت بقى إن أنا عندي شيالة الكحك والبسكوت دي. فقُلت إيه طب هو أصلًا ما لهاش لازمة غير اليومين دول بتوع العيد دول، فأنا قُلت إيه هاروح أجيبها وأركّبها علشان أحط بقى عليها الكحك والبسكوت كده وبيبقى شكلها حلو بصراحة. المهم جيت أجيبها لقيتها زي ما باقول لكم كده، جيت أجيبها أركّبها لقيتها ناقصة. بُصّوا هي جلدة أو صامولة، حاجة ناقصة منها يعني. المهم إن هي لقيتها عمّالة تتحرّك كده وتروح وتيجي ومش ثابتة، فأنا قُلت إيه مش هينفع أحُط فيها عشان إيه ما تتكسرش. المهم يا جماعة برضه كان عندي اللي هي البونبونيرة اللي هي بيتحط فيها الشوكولاتة والحاجات دي برضه طلّعتها، وحطيت فيها شوكولاتات، حطيت بقى هنا كحك وبسكوت وبيتي فور والقرص اللي أنا كنت عاملاها، تمام. ده الفول السوداني وده البيتي فور زي ما باوريه لكم، وكان عندي برضه شوية فاكهة في التلاجة حطيتهم. يعني أنا كده حضّرت الصينية دي عشان لو اخواتي الولاد جُم يبقى إيه يعني يبقى الحاجة موجودة، تمام. ما ابقاش بقى أقوم ولسه هاحط وهُم أصلًا ما بيقعدوش كتير، فإيه أبقى لخّصت يعني. طبعًا ما كانش موجود عندنا شوية لِب غير شوية لِب صغيّرين، وده الترمس اللي أنا كنت عملته برضه إيه معاكم. ودي شوكولاتة حطيت منها هنا شوية، والحاجة الساقعة طبعًا حطيتها في التلاجة عشان إيه تبقى ساقعة لمّا حد ييجي نبقى إيه نصُب منها على طول، تمام. بُصّوا بقى كده يعني اللهم صل على سيدنا محمد. الحاجات دي هاحطها على صينية واطلّعها برّه عند الرُكنة الموف كده، وهاغطّيها طبعًا عشان ما فيش يعني دبّان ييجي عليها أي حاجة أو عفار أو كده. دخلت بقى على طول نعمل الفطار. هنعمل الفطار إيه بقى، كنا جايبين رِنجة، تمام. كنا جايبين من كام يوم كده لمّا كنت جايبة مشتريات وكنت باورّي لكم. الرِنجة اللي هناك دي سِبتها يعني إيه بحالها كده، وفي الغالب هي ما اتاكلتش يعني هي اتحطت رجعت تاني في الفريزر. ده البطروخ اللي كان في الرِنجة دي ودي، والتانية أنا فتحتها وشِلت منها الشوك وقصّيتها كده، شِلت راسها من فوق ومن تحت. وكنا جايبين شيبسي وطماطم بصل وخيار وجزر وكده يعني، وخلاص. بُصّوا زي ما باقول لكم كده، أخدنا الأكل وطلعنا على السطح، تمام. وبعد كده بقى إيه هننزل اللهم صل على سيدنا محمد، ممكن ننام أكيد يعني عشان إحنا صاحيين من بدري. وعملت شاي، طبعًا إخواتي هييجوا لي كمان شوية، وأنا المغرب بقى كده هاروح أعيّد عليهم يعني هناك. ويبقى كده يوم العيد تمام. يعني هو ده الروتين بتاع يوم العيد، بيتعمل كل يوم عيد. طبعًا الفيديو خلص، هاستنى كومنتاتكم ولايكاتكم. أستودعكم الله، السلام عليكم.